أهلا وسهلا فيكم بمطبخي. وصفتنا لليوم السمكة المشوية بالفرن بطريقة كتير لذيذة وسهلة إن شاء الله. لوصفتي لليوم رح استعمل سمك القجاج. هلأ هن هيك ببيعوه عنا بالمحلات منطفينه وجاهز، بس أنا بس أرجع على البيت طبعا برجع بتأكد مرة تانية من الحراشف إذا منطفينه منيح ولا لا. ببلش بنضفه من الجهتين حتى أتأكد، وبرجع بفتحه من الخارج مرة تانية كمان وبنضفه هيك لحتى تخلص معي الكمية كلياتها. أهم شي اتأكد من الداخل إنه ما يبقى ولا نقطة دم، لأن إذا بقي هيدا الشي حيعطي مرورة للسمك انتو عم تاكلوها. هلأ بعد ما تخلص معي الكمية كلياتها بغسلهم كتير منيح بصيروا جاهزين معي إن شاء الله. لتحضير التبلة بحتاج ملعقة كبيرة من الكزبرة اليابسة، ربع ملعقة من الهال، ربع ملعقة من الزنجبيل، نص ملعقة من الفلفل الأسود، وكمون، وعندي بهاري سما كمان نصف ملعقة. كمان بحتاج لمعلقتين من دبس الفليفلة، ملح حسب الرغبة، الحامض كمان حسب الرغبة، أنا هون حضيت نص كاسة من الحامض، وزيت زيتون كمان نصف كاسة. هلأ ببلش بخلطهم كلياتهم مع بعض بهيدا الشكل. آخر شي بضيفلن 4 حصص من الثوم. هلأ آخر شي قبل ما نزل السمك فوق التبلة حشرحهم بهيدا الشكل. رح بلش نزلهم فوق التبلة وغمسهم من كل الجهات حتى من الداخل كمان اتأكد انه فاتت كمية وفيرة من التبلة. هلأ هيك صاروا جاهزين معي. هلأ حدخلهم بالفرن على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت، تقريبا بياخدوا مدة استواء مدة 30 دقيقة. هلأ أنا بهيدا الوقت ححضر السلطة.
وهي النتيجة النهائية للسمك. ما شاء الله طلع دايب ذوبان. بتمنى إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بقناتي والضغط على اللايك وتفعيل زر الجرس ليوصل لأكبر عدد من المشتركين.